السؤال اللي اتسأل لي كتير جدا، ازاي بتظبط القلبين ينزلوا على بعض من غير ما يتحركوا؟ اللي هو معناه ان اللون ينزل فوق اللون التاني اللي اتطبع قبليه من غير ما اي لون فيهم يتحرك، ففي النهاية تكون النتيجة بتاعتنا زي كده والالوان كلها نازلة في مكانها مظبوطة. ده بنعمله باستخدام الزاوية. وتعالى ازاي نعرف نعمل الزاوية بتاعتنا. عشان نعمل الزاوية بتاعتنا محتاجين 4 حتت خشب زي كده. دي اللي هتكون في الجنب، عشان يعني على حسب مقاساتك يعني، بس هما بتبقوا 4 حتت عشان نعمل بيهم زاوية. وممكن الزاوية بتاعتنا نعملها كده، مش لازم يبقى 4 حتت، ممكن تبقى حتة واحدة كبيرة مقطوعة كده، وفي الحتة اللي فوق برضو مقطوعة حتة واحدة، والاتنين يركبوا فوق بعض. بس أهم حاجة إن القطع ده يبقى 90 درجة. ده أهم حاجة، إن الجزء ده كده يبقى مظبوط في القطع، وهكذا الجزء ده، عشان ده هنا بنحط الورقة بتاعتنا وهنا بنحط الجالب، فالاتنين يبقوا مظبوطين فما تحصلش معانا مشاكل. فممكن تتعمل بالشكل ده وممكن تتعمل بالشكل اللي احنا بنعمله. في النهاية احنا عايزين الجزء ده والجزء ده. دول طبعا ايه هندبسهم في بعض. ودي طبعا كنا حاطينها عشان ايه البتاع متتدبسش في الترابيزة ونتنفخ. تمام، هنبتدي ايه نشيلهم، نتني الدبابيس بتاعتنا. بعد كده انا جايس هنا الجزء ده اللي انا عايز اسيبه، اللي هو هنا. والجزء ده، دي المسافة اللي هتبقى الجزء اللي فوق ده، بيبقى بقى المسافة ايه اللي هنا بنحط الورقة، نظبط الورقة هنا. والجزء اللي تحت ده اللي بنظبط عليه الخشبة بتاعتنا. فهنجيب الحتتين الصغيرين دول، اللي هتبقى هنا واللي هتبقى هنا. فثبتنا أول واحدة وثبتنا التانية، فبقي معانا الجزء ده بيتحط فيه الورقة. يعني هنا كده بنحط الورقة وهنا بنحط الخشبة. فالخشبة بتاعتنا اهي بتبقى بتتحط تحت بالشكل ده كده. بنثبت الخشبة بتاعتنا على الزاوية في الجزء اللي من تحت بس. والجزء اللي فوق بنجيب الورقة بتاعتنا وبننزلها، تبقى كده بنظبط الورقة في الكورنر هنا وبتنزل كده بس. وبنطبع وبتفضل معانا في كل مرة بتنزل اللون فوق اللون التاني بس. وهنروح نجيب الورقة بتاعتنا يا صديقي الفنان، وهنروح نبتدي بقى نحطها على الزاوية بتاعتنا، والقالب بتاعنا تحت زي ما انت مش شايف كده بالظبط. فحطيت الورقة بتاعتي وادي الزاوية محطوطة، وببتدي اظبط الورقة على الزاوية وعلى الجانب وبضغط عليها عشان ما تتحركش. وبعد كده طبعنا ولينا الالوان بتاعتنا نزلت فوق بعض زي ما احنا عايزين. وبس يا صديقي الفنان، قول لنا انت بقى كنت بتظبط الالوان بتاعتك ازاي لما بتيجي تطبع قبل كده، عشان كلنا نستفيد من بعض. بس شكرا، سلام.